لوني ويلسون كانت واحدة من العارضات الصاعدات في الألفينات. كانت تتصدر أغلفة العديد من المجلات اللامعة، وكان الجميع معجبين بجسمها المنحوت وجمالها المتألق. وكانت معروفة كمان بإنها زوجة نجم باي ووتش جيريمي جاكسون. لكن حياتها تغيرت للأسوأ، ودلوقتي ما بقاش حد يقدر يتعرف عليها مقارنة بالموديل الجميلة اللي كانتها زمان. دلوقتي هي عايشة في الشارع وبتدور على أكل في الزبالة. إزاي حياتها وصلت لكده؟ وليه بترفض المساعدة من الناس؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتضغط على الجرس علشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. لوني ويلسون اتولدت يوم 21 مايو 1983 في هيمت، كاليفورنيا. والدها كان مقاول مشهور، ووالدتها كريستين ويلسون كانت ربة منزل. من وهي صغيرة، لوني كانت منبهرة بعالم عرض الأزياء، وكانت مهتمة باللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي. هي دخلت عالم الموضة والجمال وهي عندها 12 سنة بس، لكن انطلاقتها الحقيقية حصلت لما بدأت تعرض لمجلات اللياقة البدنية المختلفة. بجسمها الرياضي الجميل وجمالها اللافت، لوني بسرعة لفتت الأنظار، وظهرت على أغلفة مجلات لياقة مشهورة زي جلام فيت وفليفر وآيرون مان وكمان كتير غيرهم. كمان ظهرت في إعلانات كتير وبرامج تلفزيونية. وبجانب شغلها كعارضة أزياء، لوني دخلت مجال التمثيل، مع أن أدوارها كانت أقل مقارنة بشغلها في عرض الأزياء. واحدة من أبرز ظهوراتها كانت في فيلم الإثارة إكسبوز سنة 2005، لما قامت بدور كيرا مايكلز. ويلسون كانت فعلاً في قمة مسيرتها، وكانت بتكسب فلوس كويسة. لكن اللي خلاها مشهورة أكثر وقتها كان علاقتها بجيريمي جاكسون، المعروف بدور هوبي بوكانان في مسلسل باي ووتش. الاثنين اتقابلوا لأول مرة في أوائل العقد الثاني من الألفينات، وكانوا شخصيات معروفة في مجال الترفيه واللياقة البدنية في لوس أنجلوس، وده غالباً اللي قربهم من بعض. دخلوا في علاقة عاطفية بسرعة وتجوزوا سنة 2012 في حفل خاص في منتجع في لاغونا بيتش، كاليفورنيا. في البداية علاقتهم كانت باين عليها السعادة، كانوا بيظهروا مع بعض على أغلفة مجلات اللياقة البدنية كتير، وحضروا مناسبات كتير على السجادة الحمراء، دايماً جنب بعض، وباين عليهم الحب الشديد. بس رغم صورتهم العامة كزوجين لامعين، حياتهم الخاصة كانت بعيدة عن الكمال. جيريمي جاكسون كان عنده تاريخ مع مشاكل تعاطي المخدرات. اتقبض عليه وهو عنده 19 سنة بتهمة تصنيع الميثامفيتامين، وقضى 90 يوم في السجن بسبب الحيازة، ودخل مصحات علاجية 5 مرات. وللأسف المشاكل دي ظهرت تاني أثناء جوازهم. إدمان جيريمي للمخدرات زود التوتر في علاقتهم، وده أدى لمشاكل وخناقات كتير بينهم. في خناقة عنيفة حصلت في بيتهم، لوني اتهمت جيريمي إنه اعتدى عليها، وده على حسب التقارير سبب لها إصابات كتير، منها كسور في ضلوعها وجروح في وشها ورقبتها. الحادثة كانت شديدة لدرجة إنه لوني قررت ترفع قضية طلاق بعد 2 بس من الجواز. بعد التجربة الصعبة دي، ويلسون واجه طريق صعب في التعافي، سواء جسدياً أو نفسياً. هي مرت بانهيار عصبي خلاها مش قادرة تشتغل. ما كنتش بخرج مع أصحابي ولا بعمل أي حاجة. لوني قالت: كنت في حالة سيئة جداً. الموديل لجأت المخدرات عشان تلاقي راحة، وأدمنت الكريستال ميث، وده زاد حالتها النفسية سوء. بعد ما جوزها السابق طردها من البيت اللي كانوا عايشين فيه سوا، أجرت شقة في ويست هوليوود. لكن من غير شغل ومع معاناتها النفسية ما قدرتش تدفع الإيجار لفترة طويلة، وفي الآخر اطردت من الشقة. بحلول سنة 2016 لوني ويلسون كانت عايشة في شوارع لوس أنجلوس. كانت دايماً بتتشاف وهي بتزق عربية تسوق مليانة بحاجتها، وشكلها كان مبهدل وضعيفة من قلة الأكل. شكلها اللي كان زمان مليان حياة اختفى وتبدل بواقع الحياة القاسية في الشارع. رغم ظروفها، لوني كانت دايماً بترفض المساعدة من أصحابها أو الجمعيات الخيرية أو حتى الناس الغريبة، وكانت بتقول للصحفيين إنها كويسة ومش عايزة حد ينقذها. رفضها لقبول المساعدة ممكن يكون سببه جزئياً حالتها النفسية، اللي ممكن تكون خلتها تشك في الناس وتصدق إنها أحسن لوحدها. أنا أقدر أعيش لوحدي، أنا عندي كل اللي محتاجاه هنا، محدش مهتم بيا وأنا مش عايزة أشوفهم. عندي فلوس هنا وهناك، وفي أكل في الزبالة،
وقريب من المحلات زي ما لوني شرحت. في اعتراف صادم اعترفت سنة 2018 إنها ما استحمتش لمدة سنة واختارت تفضل وسخة على قد ما تقدر علشان تمنع أي حد يعتدي عليها أو يغتصبها في الشارع. وكمان قالت إنها كانت بتتسرق بشكل منتظم. في نفس السنة دي صديقتها السابقة كريستين روسيتي عرضت تساعدها بعد ما شافت صور مؤثرة للوني وهي نايمة تحت عربة تسوق في ويست هوليوود. روسيتي دورت عليها وودتها فندق تقعد فيه ليلة وجابت لها هدوم جديدة وأكلة سخنة. لكن في الصبح اللي بعده لوني خدت حاجتها واختفت. كريستين قالت إحنا حاولنا كل حاجة نقدر عليها بس ما عرفناش نوصل لها. لوني محتاجة مساعدتنا بشدة، لازم تخرج من الشارع وبتتلقى رعاية. ده بيزعلني جداً بس ما ينفعش تجبري حد إنه يقبل مساعدتك. هي لازم تكون عايزة تساعد نفسها. بعد سنتين لوني ظهرت تاني وكانت بتدور في الصناديق جنب شاطئ فينيس عشان تلاقي هدوم وأكل. جمالها اللي كان مبهر زمان اتدمر بسبب الإدمان وفقدت كذا سنة من سنانها. فعلا حاجة تقطع القلب إننا نشوف حياتها تغيرت بالشكل ده. في سنة 2021 كان في محاولة تانية عشان يدخلوها مركز إعادة تأهيل علشان يعالجوا إدمانها للميثامفيتامين. لاري مارينيلي أخصائي إعادة تأهيل من المواد المخدرة عرض مساعدته المهنية مجاناً. هو عمل لها خطة علاجية وضمن لها سرير في مركز فيكتوري ديتوكس في نورث هوليوود، وكمان عرض عليها عدة شهور من العلاج المكثف الخارجي في مركزه الخاص True Intentions to Super Living في تارزانا. بالمجمل هو كان بيوفر للوني علاج بقيمة $90,000 عشان يساعدها تتعافى وتعيد بناء حياتها. ومع ذلك بعد ما قضت ليلة واحدة بس في الفندق لوني قررت تسيب المكان تاني. القرار ده غالباً كان ليه علاقة بمشاكلها النفسية. في مقابلة سنة 2018 اعترفت إنها كانت بتعاني من ألم شديد لكنها ما قدرتش تعيش جوا أي مكان. هي قالت إنها كانت بتعاني من فوبيا شديدة من الكهرباء وده خوف من الكهرباء، وقالت إنه السبب في ده إنها تكهربت كل يوم لمدة سنة تقريباً. وكمان قالت إنه تعاطي المواد كان هو الطريقة الوحيدة اللي قدرت تتعامل بيها مع حالتها. ولما تسأل عن حالة مراته السابقة جيريمي جاكسون دايماً رفض يعلق، بس واحدة من حبيباته السابقين انتقدته لأنه ما ساعدش لوني بعد انفصالهم في 2014. هي قالت لصحيفة ذا سن اللي حصل للوني فعلاً محزن وهي عمرها ما لقت المساعدة اللي كانت محتاجاها. هو ما عملش أي حاجة، الموضوع ما كانش فارق معه، كان شيء صادم مكرف. ومع ذلك بالرغم من أنه وضع لوني كان باين عليه ميؤوس منه لسه في أمل في التغيير. لو عرفوا يوصلوا لها ونقنعها إنها تقبل المساعدة في موارد متاحة ممكن تدعمها إنها تعيد بناء حياتها. قصة لوني ويلسون مثال مؤلم على قد إيه حياة أي حد ممكن تتغير بسرعة. كانت في يوم من الأيام عندها كل حاجة، الجمال والفلوس وحياة كويسة، لكن خسرت كل حاجة في لحظة. ده تذكير لكل واحد إنه يكون شاكر على الحياة اللي عنده لأنك عمرك ما هتعرف قيمتها الحقيقية غير لما تروح منك. إيه رأيك في القصة المؤلمة دي؟ شاركنا رأيك في التعليقات. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف حاجات زي كده تاني ما تنساش تعمل لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتش أكيد هتحب تشترك في قناتي وتضغط على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول، لأني بنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.